وكنت بسمع زمان ان امريكا ضربت اليابان بالقنبلة النووية علشان كانت اليابان متقدمة عنها في الصناعات. وكنت بتخيل بقى وانا طفل صغير ان امريكا صحيت الصبح مزاجها متعكر كده ومتقريف وراحت ضربة اليابان بالقنبلة النووية كده من غير سبب، ولا يمكن علشان عينيهم ضيقة وقصيرين، الله أعلم. الامبراطور الياباني قال لك احنا هنعمل سيوف حديدية ورماح خشبية وهنطلع النسوان لغطيان الحلل ومخارة الملوخية. لا، غطيان الحلل ومخارة الملوخية دي من عندي. من زمان واحنا كنا أطفال صغيرين كنا دايما نسمع ان أمريكا ضربت اليابان بالقنبلة الذرية أو القنبلة النووية، وكل ما كنا نشوف المشهد ده كان بيصعب علينا جدا وبنزعل على الناس اللي ماتت والناس اللي اتحرقت والبلاد اللي اتنسفت في لمح البصر وكأنه مشهد خيالي. وكنت بسمع زمان إن أمريكا ضربت اليابان بالقنبلة النووية علشان كانت اليابان متقدمة عنها في الصناعات. وكنت بتخيل بقى وأنا طفل صغير إن أمريكا صحيت الصبح مزاجها متعكر كده ومتقريف وراحت ضربة اليابان بالقنبلة النووية كده من غير سبب، ولا يمكن علشان عينيهم ضيقة وقصيرين، الله أعلم. ولكن لما كبرنا عرفنا إن الموضوع مش كده، إن في أسباب تانية. طيب ما تيجوا في الفيديو ده نعرف كده بسرعة وباختصار إيه هي الأسباب التانية اللي خلت أمريكا تضرب اليابان بالقنبلة النووية. بس قبل ما نبدأ بفكركم باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ الحلقة. سنة 1945 ودي كانت السنة اللي انتهت فيها الحرب العالمية الثانية. كل الدول بطلت حرب واستسلمت، حتى ألمانيا اللي كانت من أقوى حلفاء اليابان ضد أمريكا، ألمانيا استسلمت وبدون اي شروط وبطلت حرب خلاص. ولكن اليابان برضو ما عندهاش حاجة اسمها استسلام، والجندي الياباني بيفضل ان هو يقتل نفسه وما يتخدش اسير، وبيفضلوا يقاوموا لاخر نفس. ورغم ان اليابان كانت منهارة اقتصاديا وعسكريا بسبب القصف الامريكي المكثف عليها اثناء الحرب، في الوقت ده الامبراطور الياباني هيروهيتو اصدر قرار بتدريب وتسليح جميع افراد الشعب الياباني بالكامل من سن 15 سنة لحد سن 60 سنة بالنسبة للرجال، ومن سن 17 سنة لحد سن 45 سنة بالنسبة للنساء. ولما عملوا إحصائية على عدد المجندين في اليابان لقيوهم 32 مليون مجند، ما بين بقى شباب صغيرين وناس كبار في السن، حريم وبنات، 32 مليون. طيب هيجيبوا منين أسلحة وذخيرة للعدد الكبير المهول ده؟ وخصوصا ان الأسلحة اللي كانت موجودة ما كانتش تكفي غير ل1,200,000 جندي فقط من جنود الجيش، وهم دول اللي الامبراطور كان هيحطهم على الشواطئ اليابانية لمنع دخول الجنود الامريكان. طيب باقي الجيش والمجندين من الشعب اللي اصبح عددهم فوق 32 مليون هيحاربوا بايه؟ الامبراطور الياباني قال لك احنا هنعمل سيوف حديدية ورماح خشبية وهنطلع النسوان لغطيان الحلل ومخارة الملوخية. لا، غطيان الحلل ومخارة الملوخية دي من عندي. يعني بقى لك ان تتخيل ان واحدة ست عندها 45 سنة ولا بنت عندها 17 سنة ماسكة سيف حديد ولا رمح خشب وخارجة عشان تضرب العسكري الامريكي اللي معاه رشاش آلي. وعلى الجانب الاخر امريكا وحلفائها لما فكروا يدخلوا اليابان دخول عسكري اكتشفوا ان الموضوع ده هيكون مكلف جدا من ناحية المعدات والذخيرة واعداد كبيرة من الجنود، لدرجة ان هم كانوا محتاجين عدد 6 مليون جندي وعدد 42 حاملة طائرات وعدد 24 سفينة حربية و400 مدمرة وعشرات الالاف بقى من المدافع وقاذفات القنابل. وكمان هيكون عدد الضحايا
كتير جدا من الطرفين، من الامريكان وحلفائهم ومن اليابانيين، وده كان هيبقى اكبر هجوم عسكري على مر التاريخ. ومن ضمن اسباب صعوبة الدخول العسكري لليابان ان اليابان كانت عبارة عن مجموعة جزر محاطة بالمياه من كل ناحية، والشواطئ بتاعة اليابان كلها جبال وغابات عالية، ما عدا مساحات بسيطة جدا من الشواطئ اليابانية اللي ممكن يسهل الدخول منها للمدن اليابانية. واللي اهتم الامبراطور هيروهيتو بتكثيف الجنود اليابانيين على الاماكن دي للتصدي لاي هجوم خارجي، وبالتالي هيكون صعب نقل المعدات الحربية ودخولها من ناحية المية، لان ممكن قبل ما توصل للشواطئ اليابانية تكون اليابان ضربتها وهي في المية. ولو فكروا يعملوا انزال بالمظلات هيلاقوا بقى النسوان والبنات والعيال ماسكين لهم بقى السيوف والرماح ويقابلوهم قبل العسكري ما ينزل على الارض هيكونوا ضربوه. ولقيوا انهم حتى لو دخلوا اليابان مش هيستفيدوا منها بحاجة. ليه؟ لان اليابان بلد ما فيهاش موارد طبيعية كتير زي البترول، ما عندهمش بترول ولا غاز ولا ثروات معدنية ولا حتى زراعة، لان اليابان بتستورد اكتر من 80% من الوقود والمواد الغذائية. بكده لقيوا ان غزو اليابان مشروع فاشل وغير مجدي. ورغم كل الصعوبات والمخاطر دي، وبعد تفكير طويل ومشاورات بين امريكا وحلفائها، استقروا على ان هم يدخلوا اليابان دخول عسكري ويحتلوها جزيرة ورا جزيرة لحد ما يوصلوا للعاصمة طوكيو ويسيطروا عليها. وفعلا دخلت مجموعة من الجنود والمعدات الحربية، ولكن الموضوع ده خد منهم وقت ازيد من 2-3 وده وقت طويل جدا ومجهود كبير وتكاليف عالية جدا. فادركت امريكا وحلفائها ان الموضوع هيكون صعب وشبه مستحيل. وفي السنة دي امريكا انتخبت رئيس جديد وهو الرئيس ترومان. قال لك انا بدل ما ادخل في مواجهة مع الشعب الياباني والحريم بقى والاطفال اليابانيين، لا، احنا نضربهم بالقنابل النووية اللي احنا عاملينها جديد، وهو يبقى جربناها فيهم بالمرة واحنا حاطين رجل على رجل، وده هيكون حل سريع وتكلفته اقل. وفعلا ترومان بدأ يجهز الفريق العسكري اللي هينفذ العملية وياخد القنبلة الاولى ويرميها على مدينة هيروشيما. وان شاء الله ممكن نبقى نعمل حلقة لوحديها منفردة عن الفريق العسكري اللي خد القنبلة ورماها، لان برضه في تفاصيل كتير بتدور حوالين الفريق العسكري ده. طيب ليه امريكا وحلفائها اختاروا مدينة هيروشيما بالذات من بين كل مدن اليابان؟ السبب الاول ان مدينة هيروشيما كانت هي المدينة الاكثر شعبية وحيوية وما تأثرتش بالحرب زي باقي المدن اليابانية، وبضرب مدينة هيروشيما هتكون الخسائر اكبر من اي مدينة تانية. ولان العاصمة طوكيو كانت شبه متدمرة من الحرب، وفعلا تم ضرب مدينة هيروشيما بالقنبلة النووية الأولى، وكانت هي الأصغر حجما، وكانت أمريكا مسمياها قنبلة الولد الصغير، ولأن وزنها كان بس 62 كيلو. وبرغم الدمار اللي سببته قنبلة هيروشيما من تدمير البنية التحتية وقتلت أكتر من 120 ل 180 ألف إنسان من المواطنين اليابانيين والعسكريين اليابانيين، إلا إن اليابان برضه لسه بتقاوم ولسه بتحارب وما استسلمتش. فات يوم بعد ضرب القنبلة ويومين و3 وما زالت اليابان بتقاوم. في اليوم الثالث الرئيس الامريكي ترومان بعت القنبلة الثانية على مدينة ناجازاكي، والقنبلة الثانية دي كان حجمها اكبر، كانوا مسمينها فاتمان او الرجل البديل، والقنبلة دي قتلت اكتر من 80 ألف مواطن. الامبراطور الياباني جات له بيانات ان امريكا عندها 7 قنابل نووية تحت التصنيع. يعمل ايه؟
ما كانش قدامه غير انه يستسلم، وفعلا اعلن استسلامه بس بشرط ان هو يفضل امبراطور زي ما هو. وفعلا امريكا وحلفائها وافقوا له ان هو يكون زي ما هو بس بدون صلاحيات، يعني امبراطور ولا بيهش ولا بينش. ودي كانت قصة القنبلتين النوويتين اللي ضربتهم امريكا على اليابان. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.